يا صباح الفل، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة هنعمل وصفة من وصفات الرمضانية المعروفة قوي والمشهورة في رمضان. هنعمل بقى القطايف بالطريقة الأصلية بتاعتها. لو كنتي مبتدئة أو أول مرة تعملي قطايف في البيت، هقولك بقى من أول العجينة علشان ازاي تطلع معاكي مظبوطة، لعند التسوية الأخيرة علشان تطلع معاكي باللون الذهبي الخطير ده. بصي بقى في الفيديو ده هقولك على كل أسرار القطايف في كل حاجة علشان تطلعيها بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو. ومع دودو كنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فمحلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا. اول حاجة بقى لعجينة القطايف محتاجة نص كوباية من السميد. والسميد هنا مش هيفرق كتير سواء كان الخشن او الناعم لان الاتنين هينضربوا في الخلاط. بعد كده هضيف عليه كوبايتين من الدقيق، والدقيق برضو هنا يكون منخول كويس قوي. ما ينفعش تستخدمي دقيق مش منخول. كمان هنضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر، اللي هو سكر حبيبات عادي مش بودرة. كمان هنضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنضيف كمان معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. مكترش في كمية الخميرة، هي معلقة صغيرة ممسوحة. بعد كده هنضيف عليهم 3 كوبايات من المية. المية هنا عادية خالص من الحنفية وضفناها على طول. بعد بقى لما ضفنا كل المكونات على بعض في الخلاط، ناخدهم ونفرمهم كويس اوي في الخلاط. اهم حاجة ان كل ده يختلط كويس اوي مع بعض. بعد كده نجيب البولة اللي هنضيف فيها الخليط. ركزوا بقى معايا هنا على القوام بتاع الخليط. هو ده القوام المظبوط، مش مطلوب انه يكون اخف من كده ولا اتقل من كده. لان حاجة ناخد بالنا منها ان هو لما بيتساب يخمر شوية بيبدأ القوام ده يتقل معانا، فبيبقى مظبوط جدا مش محتاج اي حاجة. هنسيبه يرتاح ربع ساعة. ما ينفعش ان احنا نسيبه يرتاح وهو مكشوف كده، لازم نغطيه بقى بستريتش راب كده او باي حاجة، ونسيبه على جنب ربع ساعة مش اكتر. وهو ده بيكون شكله وقوامه بعد ربع ساعة. شوفوا هنا قوامه قد ايه تقل وبقى مظبوط جدا. هو ده اللي هيديكي نتيجة كويسة قوي في الاخر. علشان نعرف نحطه على الطاسة ونشكلها كويس قوي براحتنا ما تعذبناش، نجيب اي حاجة نبدأ نفضي فيها الخليط. دي هتسهل عليا الموضوع قوي وانا قاعدة بشكل في الخليط على النار. كمان من الحاجات اللي ممكن تستخدموها، هيطلع في الاخر معاكم بسببها نفس الحجم وكمان شكله حلو قوي. هتحط الخليط في علب الصوصات، هتطلع معاكي اشكالها حلوة قوي وكلها نفس الحجم، مش هتعملي واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. بعد كده بقى نحط طاسة على النار. انا بحسبها الاول تسخن قوي، يعني تكون سخنه جدا. بعد كده بروح جايه مهديه الحراره، يعني بخلي الحراره متوسطه مش عاليه ولا قليله. كده هيطلع معاكي قطايف مستويه حلوه قوي، اخده لون من تحت مظبوطه. نبدا نشكل القطايف بتاعتنا بالشكل ده. حاولي ان هي تكون كلها نفس الحجم عشان العجينة مظبوطة، وسيبناها ترتاح كويس وبقت زي الفل. شوفوا عملت بابلز كتير قوي كده على الوش، كده يثبتلك ان العجينة خلاص مظبوطة. هيطلع معاكوا احلى قطايف ممكن تجربوها. علشان تعرفي ان القطايف بتاعتك مظبوطة لازم تطلع بابلز كتير قوي بالشكل ده. كل ما نخرج كمية نبدأ نضيف الكمية الباقية لحد لما الكمية كلها بتخلص. حاجة كمان مهمة في القطايف ان احنا مندهنش على الطاسة اي زيت. يعني احنا بنحطها على طاسة ناشفة تماما، هي بس سخنة في الاول. وبعد لما احنا سخنا الطاسة قوي هنبدأ نجيب الحرارة تبقى متوسطة مش عالية قوي ولا صغيرة قوي. بنسيبها لحد لما بتبدأ ان هي تطلع البابلز دي، وده يأكدلك ان خلاص العجينة بقت زي الفل ومرتاحة كويس قوي. مسكتلك كده واحدة علشان اوريكي هي قد ايه حلوة ولونها من تحت خطير ازاي، وهوريكي برضو دلوقتي طريقة التشكيل بتاعتها قد ايه حلوة، وكمان بتلزق كده في بعض مش بتفك منك في الزيت ولا اي حاجة. لو وصلت لعندي هنا ما تنساش تحط لايك للفيديو واشتراك في القناة، وبرضو ما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة انزلها. شوفوا بقى اخده لون من تحت حلو قد ايه. كوبايتين بس دقيق هتطلعي كمية كبيرة قوي من القطايف. ولو دي اول مرة تجربي فيها عجينة القطايف في البيت، متأكدة ان هي هتنجح بالطريقة دي معاكي من اول مرة. وانتي بقى في الوقت ده مش عايزة تحشي وتقلي على طول، تعملي ايه؟ لا اما تجيبي طبق وتحطي فيها القطايف وتعمليها بستريتش، لا اما تحطيها في كيس تلاجة وتغطيها كويس وتسيبيها على جنب. بس لازم نفس اليوم اللي تعملي بيه عجينة القطايف وتسويها هو نفس اليوم اللي تحشيه وتاكلوها فيه، علشان القطايف بتاعتك ما تنشفش ولا يحصل لها اي حاجه. بصوا بقى الحشوة القطايف بقى محتاجه ايه.
عندي هنا جوز الهند. طبعا هنا بنضيف الكمية اللي احنا محتاجينها، وبعد كده هضيف عليها كده شوية من الزبيب، وبعد كده نضيف عليها سوداني او اي نوع مكسرات انت بتحبيه. بس هو ده اسهل واحلى حشو ممكن تجربوا له القطايف علشان تاخدي في الاخر طعم حلو للحشو. بص بقى، علشان تاخدي نتيجة كويسة في الاخر لطعم الحشو، لا اما تكسري السوداني ده بالسكينة كده، لا اما تحطيها في الكبة فرمة واحدة وتقفلي وخلاص على كده، ان هو يكون مجروش مش مفروم ناعم قوي. وبعد بقى لما ضفنا كل حاجة على بعض نبدأ ان احنا نقلبها بالشكل ده، وبعد بقى لما قلبناها كويس نبدأ ان احنا نسيب الحشو ده على جنب. نجيب بقى طبق كبير كده او اي حاجة اللي احنا هنرص فيها القطايف اللي هنحشيها. طبعا واحنا بنظبط في الحاجات دي احنا اكيد مغطيين على القطايف بتاعتنا، لا اما بستريتش راب لا اما بكيس تلاجة، وبعد كده فوطة مطبخ علشان ما تنشفش منك. وكمان القطايف دي ممكن تعملوها عصافيري كده تبقى حلوة قوي برضو. نحط بقى الحشو جنبنا وكمان نحط القطايف بالشكل ده، ونبدأ بقى ان احنا نحشي. نجيب القطايف وبعد كده نحط جواها حشو بالشكل ده، وبعد كده نبدأ نقفل على القطايف بتاعتنا. شوفوا بتتقفل معانا بكل سهولة، ما بتتفكش ما بتتقطعش ولا اي حاجة، ازاي تبقى زي الفل وخطيرة. شوفوا بتبقى قد ايه حلوة، مفكتش مننا ولا اي حاجة واتمسكت كويس قوي. وبنعمل برضو كل القطايف بتاعتنا بالشكل ده، ان احنا نبدأ ان احنا نحط الحشو جواها ونبدأ ان احنا نقفل عليها ونضغط عليها. ممكن تعملوا الحركة دي بالشوكة على فكرة، بتدي برضو شكل حلو قوي في الاخر. وبنكمل بقى الكمية كلها بنفس الشكل ده. شوفوا بقى شكل القطايف هنا قد ايه حلو ولونها خطير. طبعا هنا تتحكموا في درجة اللون زي ما انتوا عايزينه وهي على النار. عايزة اقول لكم ان كوبايتين بس من الدقيق طلعت معايا كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. كمية ما شاء الله تكفي اسرة كاملة، تبقى مظبوطة، مفيش ولا واحدة فكت معايا ولا اتقطعت كده ولا اي حاجة، مقفولة كويس اوي زي الفل. نجيب بقى ونجهز حلة كده او طاسة على النار نحط فيها زيت، نحطها على النار ونسيبها تسخن كويس قوي، وبعد كده بعد لما سخنت كويس قوي هنبدأ ننزل فيها القطايف. بصوا بقى، من الحاجات المهمة علشان تاخدوا بالكم منها كويس قوي ان احنا نكون برضو مغطيين القطايف بالشكل ده علشان ما تفكش منك، ما تشققش، ما تحصلهاش اي حاجة، من اول واحدة لاخر واحدة سليمة وزي الفل. نضيف بقى كمية القطايف اللي احنا محتاجينها كلها في الزيت بالشكل ده، وبعد لما خلاص نحس ان هي اخدت لون نروح جايين مقلبينها. شوفوا القطايف قد ايه مظبوطه، حتى لما نزلت في الزيت مفكتش منك ولا الحشو خرج منها ولا اي حاجه. بعد كده بقى نبدا ان احنا نقلب القطايف دي في الزيت بالشكل ده. قبل ما نخرجها في الزيت لازم تكون اخده لون حلو كده وخطير، والسيرب بتاعنا هنا يكون ساقع والقطايف لسه طالعه من الزيت، نحطها على طول في السيرب او الشربات. شوفوا هنا كل ما الاقي ان هي واحده لسه ما اتقلبتش واخدت لون من تحت ببدا ان انا اقلبها على الجهه التانية. انا واحده من الناس بحب اطلعها لونها يكون فاتح شويه، بعد لما نوصل للون اللي احنا محتاجينه ابدا اخرجها من الزيت انزلها في السيرب على طول. زي ما قلت السيرب ساقع والقطايف لسه طالعه من الزيت على طول، علشان القطايف في الاخر تطلع معاكي مقرمشه كده وحلوه قوي مش طريه خالص. على ما نحط القطايف دي في الشربات نبدا ان احنا نضيف الكميه الباقيه، وبعد كده نقلب القطايف في الشربات ونخرجها وتبقى زي الفل وجاهزه للتقديم. ودي بتكون شكل القطايف بتاعتي بعد لما خلاص اتحمرت كويس قوي وحطيتها في الشربات وخرجتها، كمان رشيت عليها رشة كده من فستق. شكلها حلو قوي وطعمها بقى مش قادرة اقولكم، مش هتفرقوها ابدا عن الجاهزة، ويمكن دي احلى كمان لاننا ضامنين مكوناتها والحشو اللي جوه. واهم حاجة واحلى حاجة كمان ان من كوبايتين دقيق بس هتعملي كمية كبيرة قوي من القطايف ما شاء الله تكفي اسرة كاملة. لو وصلتوا بقى لعندي هنا متنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وبرضه متنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة انزلها. هستناكي تجربيها وترجعي تقوليلي رأيك فيها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فمحلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.